Bienvenue sur notre chaîne de réaction vidéo. Ici, tu trouveras chaque semaine des réactions fun et authentiques sur les vidéos qui busent, des moments drôles, choquants ou inspirants, des contenus viraux du Maroc et du monde. Abonne-toi, active la cloche et rejoins notre communauté pour partager tes émotions. Ton abonnement nous motive à créer toujours plus de divertissement. فضيحة عالمية أقسم كارثة والله إلا كارثة. الطاقم الفني نوريكم الفيديو هنايا. الطاقم الفني ديال المنتخب الوطني سرق الكرات. يا وليد صاحبي واش هاد الكارثة راك دير فيها؟ المرة اللي فاتت من هضروا لكم على القضية ديال محمد السادس قلتوا ودي ما كايناش وطاطات، اليوم خرجوا لكم الكاميرات، يا راه ملعب مولاي الحسن كلشي معمر كاميرات، الله يهديكم واش هاد الفضيحة هاد الكارثة درتوه؟ تتحملوا المسؤولية وطرحلوه كاملين، طرحلوه كاملين، هذاك منتخب ماشي اللعب. واش محرز وقاضيته على كره باغي سرقتوا كرات من الملعب؟ ها واش هاد الحشومه واش هاد الفضيحه؟ واش هاد الكارثه راكم دايرينها؟ يا هاد الاتحاديه تحترم نفسها وتحترم الجمهور الجزائري تمشي كامله ترحل بها بهذاك المسؤولين ديالها، لانه هذه فاضحه القرن، يعني فاضحه 2025 هذه داخلين 2026 بفاضحه، دخلنا 2026 بفاضحه سرقه الكرات. ونزيد لكم حتى الجمهور دخل فيها، حتى الجمهور واحد من الجمهور دا الكرات وشدوه بالكاميرا. شوف ما بدي تفرجوا لهاد الكارثه، حتى واحد من الجمهور تفرجوا زيد عطاكم جديد. انا كاع مور هاد الاتحاديه زيد تفرج من الجمهور هذا دابا خاصك تمشي لا بال مباشره بسته جاولو سيكوريتي وعطاها للسي مشى تصور معاه. لا حول ولا قوه الا بالله. يصوروا فيه وخاون كره وديها لولادو. واش حنا رانا هنايا بالفضائح؟ واش الجمهور يسرق كرات؟ واش الاتحاديه تسرق كرات؟ واش هذا العبث اللي راه كاين؟ واش هذا الخلل اللي راكم راض به ويتصور مع كره سارقه ويتصور مع كره؟ واش هذه الكارثه اللي راكم فيها تيجيو لا سيكوريتي ويقلعوها له؟ واش هذه الكره الفضيح هذاك شدوه لا سيكوريتي ويشوفوا فيه والناس تصور فيه؟ هادو هاو تصوروهم بالكاميرات لانه كاين الكاميرات في الملعب، ملعب عامر كاميرات. واش راك تلعب في ملعب 5 جويليه ما فيش كاميرات؟ واش هاد الفضايح اللي راكم فيهم وشوهتونا مع العالم؟ يروحوا ربي يخلصكم. شوف ربي يتخلص فيكم، علاش؟ لانهم شوهتونا مع العالم خرجتوا علينا وخرجتوا على الكره. ما بغيتوش تلعبوا وما قادرينش تلعبوا روحوا. ما قادرينش تلعبوا مع الكونغو لانه هذاك اللي شفر الكرات راه يقول لك يمكن تقساو مع الكرات خصني ندي كرات. واش هاد الحشومه اللي راكم فيها؟ وتشفر الكرات اصاحبي ما قادرينش تلعبوا، روحوا تروحوا تجي يجيو دوك الكاف شدونا قيط شدوك بالكاميرات وشدوك بالبروب بانك تشفر كرات. يعني واش موجه عندكم دوك تردوا؟ يعني لو كان اتحاديه تحترم نفسها واتحاديه تحترم المواطن والشعب الجزائري وتحترمنا وتحترم كل شيء تخرج ببيان وهذا الطاقم كامل يمشي. الا الاتحاديه تحترم نفسها هذوك صحاب اللوطيل حتى هما غادي يحذيوك، لانه في اللوطيل حنا غادي نوليو حتى هذيك كاع الصوالح ديال اللوطيل يخونوهم ويشفروهم ويديروهم في السيكان. يعني ولينا في كارثه درك. اي بلاصه نمشيو لها خاصنا نديروا فضيحه. دخلنا في البدايه المغرب درنا فضيحه، قال لك لا وطاطات ومنا وحقرونا. ما بغاوش يجبدوا المغاربه، ما بغاوش يتعداو يديروا فيديو وينشروه. درك هما داروا لك فيديو يا سي وليد صادي باش تتعلم باش تتربى، رماو لك فيديو في السوشيال ميديا قال لك هامين شدينك ولاكاف عندها الفيديو. يعني هذوك اللي دخلوا عندك قالوا لك عطينا الكرات راهم صحاب لاكاف. يعني ولينا في كرات اصاحبي تشفروهم، ما لقيتو ما تشفروا كاع فهاد الاخر تشفروا غير كرات. يعني كاع هشوها على كرات درتوه، وهذوك الكرات محسوبين عندك 15 كره يعطيوها للماتش ياك 15 كره يعطيوها لي جوار. راهم يبيعوا فيه ب 120 اورو، الناس بروفيتت شراوه 120 اورو، الشعب شكون اللي عنده 120 اورو باش يكري لوتيل باش ياكلوا وزيد لهم يشري تيكي 120 اورو. ما كانش ما عندهم سوليسيون. بالك واحد اللي جايين من ليترونجي نجموا يشروا، بس اللي عايشين في البلاد وقاعد ديجا غير في الماكله في لوتيل ديجا غاليه، وتزيد تبيع لها تيكي ب 120 اورو سي غراف. القانون هناك. والمغرب هانتوما شفتوا جا المغرب غير هذه خصكم ما ترضاوش، الا فيكم شي نفس غير تسقروا وصافي. رد صادم من المحللين الجزائريين، ما كاين لا مؤامره القانون هناك من يقول بأن هناك مؤامرة دبرت بليل، أمر دبر بليل من أجل إيقاع المنتخب الجزائري في مواجهة واحد من المنتخبات الكبيرة في إفريقيا، بينما رؤوس المجموعات الأربعة الأولى لن تضطر لمواجهة أصحاب المراكز الثانية، وإنما ستلعب أمام الثوالث. أنا أفضل أن لا أتحدث في هذه القضية وأن لا أدخل في غياهب هذه الحكاية، حكاية المؤامرات. الآن نحن في
كأس إفريقيا، نحن في الدور الثاني على رأس المجموعة. لا أريد أن نتحدث أنا في هذه النقطة. عمير نعم تتحدث محمد، أنا لا أتحدث عن إذا كنت لا تريد الإجابة على السؤال أريد أن أتحدث. نعطيك الإجابة تاعي وبعدها يتحدث في مدو آراء. نعم. أنا محمد أعلم جيدا وأدرك أننا إن أردنا أن نفوز بكأس إفريقيا فعلينا أن نكون مستعدين لأي منتخب في هذه القارة. نعم. بعد ذلك كانت مؤامرة لم تكن مؤامرة، المنتخب الذي يأتي مرحبا به.